السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بعمل الفيديو ده على موضوع والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل والهبل والافتراءات وكل اللي عنده فكر بيقوله، وكل اللي عنده يقول لك الجرين كارد ما اعرف ايه، لا الجنسية ايه، لا ترافل دوكيمنت ايه، لا مش عارف ايه، وعمرو عديب الأهبل 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 واختراعاته. بتتكلموا في حاجات بتفطسني من الضحك، حتى سبحان الله، حتى والله المتصلين من امريكا، المصريين الاغبياء اللي بيتصلوا من امريكا بيقولوا حاجات برضو is not true at all، وبيقولوا حاجات غبية. انا مش فاهم دول عايشين هنا ازاي وهم بالسطحية والبلاهة دي. اولا، من الواضح ان كل اللي عندهم كاثبات اللي هي الويب سايت اللي عمرو اديب افندي ده جابها لهم، اللي هي باللاست نيم بس نور، يحط نور ويحط 844، وقال ايه هو ده الاثبات ان والدة الشيخ حازم امريكيه، انها ريجستر فوتر او انها فوتر، انها ليها حق الانتخاب. اولا، ليكم الحق تصدقوني او ما تصدقونيش، انا بقول من نقطة حيادية تماما. النقطة دي تالت اسبوع ليا في امريكا، من زمان، من يوم ما جيت، تالت اسبوع لسه عيل صغار جيت امريكا. مجرد ما رحت على الدي ام في اطلع رخصة وطلعت السوشيال سيكوريتي على عنوان البيت اللي كنت ساكن فيه، وقت ما العنوان ده دخل السيستم بتاع البيانات، وقت ما دخل العنوان ده هو، يعني انا دلوقتي سيتيزن، والله احط اسمي وعنواني الحقيقي في اي ويب سايت في اللي ساكن فيه ما بيطلعليش البتاع ده هو. بس هو العنوان الاول، العنوان الاول اول ما بتدخل اسمك في البوست اوفيس ميديا وبتاخد زيب كود وبتطلع بيه اول رخصة واول سوشيال سيكوريتي، هو ده العنوان. تالت اسبوع ليا في امريكا، وكنت ساعتها طالب، ما عنديش حتى جرين كارد ولا حاجة، كنت فيزا. فيزا يعني زي سائح، زي ستودنت فيزا، يعني ماليش اي علاقة بامريكا. 3 اسابيع بس في البلد، واقسم بالله جالي بعد ما قدمت على رخصة السواقة والسوشيال سيكوريتي نمبر، واخدت السوشيال سيكوريتي نمبر، ابتدى يجيلي في الميل نفس اللوجو ده هو في كاليفورنيا، نفس اللوجو بتاع الويب سايت دي، ريجستر. كل اسبوع يبعتوها لي كارت كده ان اعبيه، كارت يا عم اعبيه. طنشت اول مرتين ثلاثة، قلت ايه الهبل ده، هما ليه عايزيني اني اعبيه هو يعني ببلاش، يعني الميل بوست بيبقى حتى مش محتاج انك تحط طابع بريد عليه، هو بس عبيه، علم هنا علم هنا، حط اسمك هنا وخلاص، ومكتوب باسمي، يعني هو الكارت جاي باسمي بعنواني ريجستر تو فوت مش عارف ايه كذا، ريجستر تو فوت. طيب مش بس جالي ده، جالي السلكتيف سيرفيس، ان انا ايه، اقدم على السلكتيف سيرفيس. واللي فاهم يعني ايه سلكتيف سيرفيس دي، يعني ان ايه الجيش. انا بقيت اقول ليه الناس الهبله دي عايزيني جيش وعايزيني اصور، انا عشان انا كنت فاهم. لكن كتير جدا من ملايين المكسيكان، وبالذات في ولايه كاليفورنيا دهيت، لان ولايه كاليفورنيا دي من دون ولايات امريكا كلها خلطه بيضه، صينيين على مكسيكان بالعبيط، يعني 55% من استعداد سكانها لاتينوز او مكسيكانز او جواتيمالا، او 55% اسبان. فيعني بالعبيط في ناس كتير اكتشفت بعد كده ان يا عم عبيها هيجي لك. وبعدين حتى كانوا بيقابلوني في الشارع، ايه ريجستر تو فوت، ويوقفوا يا عم انا مش سيتيزن سيبني في حالي، يقعدوا يجروا ورا، لا مش مشكله عبيها بس ومش مشكله. ليه؟ لان هم دول، كاليفورنيا ولاية ديمقراطية وليها الكترو فوت كتير، هم من مصلحتهم انهم عايزين يخلوا ريجستر فوتر. وبالدليل اعمل سيرش على الجوجل وحط can you vote while you are not US citizen، هتلاقي بس ان في ولاية كولورادو في اكتشفوا 11800، وعندي اللينك لو حد عايز اللينك. 11000 في ولاية كولورادو اللي هي صغيرة قد كده، ما هيش يعني كاليفورنيا ولا نيويورك. 11800 ناس عندهم حق التصويت ريجستر تو فوت وما هم السيتيزن. وفي كذا قضية،
ان ناس كان معاها جرين كارد وكسبوا في اللي هي الورقه اللي بتتبعت على البيت دي، او علموها، او ما في ناس بتعملها عن عمد، في ناس مش فاهمه بتعبيها وتبعتها وترميها في الصندوق بوست افس وخلاص. ان في ناس عندها جرين كارد وكانت بتصوت وانتخبت في انتخابات، ولما جم بقى يقدموا على الجنسيه قالوا لهم تعالى يا حلو، اوبا ايه ده، انت كنت ريجسترد فوت، انت كنت عامل لا، يبقى انت مالكش حق الجنسيه. ليه؟ لانه كذب. لان انت بتبعت الورقه دي او بتعبي الكارد دي، مفيش فيريفيكيشن، مفيش مراجعات. وخصوصا انك لو فضلت في الابارتمنت بتاعتك او في مكانك او في الهاوس اللي انت اول ما جيت فيه امريكا وعملت عليه السوشيال سيكوريتي ورقم الرخصه عليه، هو ده اللي بيجي لك عليه كل بيبقى بياناتك في السيستم، ويجي لك بقى اوفرز عليه كريدت كارد، يجي لك ما اعرف، وتبص فجاه تلاقي اسمك كده بقيت مشهور في امريكا فجاه. يعني سبحان الله، تعمل بس انت درايفنج لايسنس من هنا وسوشيال سيكوريتي من هنا، وفجأة تلاقي الميل باكس بتاعك ده جاي لك من كل حتة، ناس بتبعت لك من امريكان اكسبريس، من بنك اوف امريكا، ما تفهمش ازاي. حتى انا يعني بقول حتى الارمي ستوبيد، يعني كان بيجي لي من الجيش الارمي السلكتيف سيرفيس، وتعالى واحمد وين يجي ومش عارف ايه والتايتلز وحاجات كبيره، يعني ايه ده. ف ففي بالذات كاليفورنيا مشهورة بالفوتر، ان خلطبيطة هناك، في ناس معاها جرين كارد، ايوه ممكن اللي عايز يمشي صح بيقول نو ام نوت eligible ومش عارف ايه وبيعبي. بس في ناس مكسيكان ما بتعرفش، او في ناس بتتعمد، لان في ناس منظمات اللي هي الانتخابات في الولايات الديمقراطية بالذات بيشجعوا الناس انها تريجستر تو فوت، حتى لو ما هياش. اقسم بالله ان في ناس ريجستر تو فوت، انا بحلف اهو، في ناس مش ما عندهاش جرين كارد هو طبعا غلط، هو مش قانوني، بس هو تسهيل والخلبطة وعدم الوجود فيريفيكيشن في امريكا، وبتترد عليك بقى في الاخير. تيجي تقدم على سيتيزن شيب بيبان ان كان عندك ريجستريشن. يعني ايه، هم نظامهم صحيح مفتوح، بيسيبك بيصدقك في كل حاجه، تروح الام في دي او اللي هو الرخصه تقول كذا يصدقك، بس بيجيبك بقى في الاخر اوب تعالى لو في حاجه ما عملتش. فاللي عايز يمشي صحيح بيعمل كل حاجه صح من البدايه، اللي عايز يتلاعب هيعدي في حاجات بس هيقع بعد كده. فحكاية ان العنوان اللي استاذ عمرو اديب بيحطه سلكت الكارد ده بقول لك في ناس مكسيكان او الليجلز يعني ما عندهمش حتى جرين كارد، وممكن يكون اسمهم ريجستر تو فوت. فالبتاع الويب سايت دي، وبعدين دي مش حاجة قانونية، دي مش ورقة قانونية او ورقة ليجل او ورقة تثبت ان والله رئيس يصلح للرئاسة. نخش بقى على ايه اللوس انجلوس تايمز او المقالة اللي هم بيستشهدوا بيها. المقالة دي اللي بيفهم انجليزي وبيعرف حتى عنوانها ماي يعني ممكن. اللي بيقرا المقالة دي هتبص تحت، هي معمولة بديفيد مش عارف مين، تقريبا اسم يهودي فوق، بس اللي اديتور او اللي كاتبها واحدة مصرية وواحد تاني عربي او كده. يعني منقولة عن مين؟ منقولة عن المصري، هو بس نشرها في الجريدة ديفيد ده في النيويورك تايمز، مش والله ان المقالة جاية من النيويورك تايمز من الاديتور نفسه، لا دي مقالة منقولة. وبعدين لو بتفهم انجليزي هتلاقي ان لو ما تقرا المقالة فيها ماي يعني ممكن تستبعد الرئيس. ثانيا لما تقرا المقالة هتحس ان هو ناقل المعلومات عن جهة مصرية، ومش عارف اكوردنج بيقول لك يعني ان ويب سايت ومش عارف ايه الريجستر، يعني واخدينها المقالة من حلقة عمرو اديب. المقالة مبنية على ان المصرية دي قالت ان في كذا، اللي هي الويب سايت العبيطة الريجستر بتاعت الكاونتي كليرك بتاعت لوس انجلوس، وحتى الغبي المتصل من فلوريدا اللي بيقول لك ولاية لوس انجلوس، ولاية قالها 3 مرات في الفيديو ولاية لوس انجلوس. احب اقول للغبي المصري الغبي اللي عايش في فلوريدا ان ما فيش حاجة اسمها ولاية لوس انجلوس يا غبي، في حاجة اسمها ولاية كاليفورنيا، ولوس انجلوس دي مجرد كاونتي او سيتي في كاليفورنيا.
للمصريين اللي بيحبوا يعملوا نفسهم فهمانين. خصوصا انا مش عايزه يعني اتبرمج ولا اي حاجه، بس لما تيجي لحاجات الاميجريشن والحاجات دهيت انا خبير. يعني انا اقوى من المحامين، ها، بس مش هتبرمج. ولو انا ساعدت ناس كتير بالهبل يخلصوا حاجات بقوا يستعجبوا بيقولوا لي ايه يا احمد ده انت بتعمل ايه؟ مش معقول، ده انت المفروض تبقى محامي وتعمل فلوس على الحاجات دي. بس انا كنت بساعد الناس ببلاش بخبرتي في المواضيع دي. anyway، آه ف ده مش اثبات دليل. المقاله بتاعت الارتيكل دي منقوله عن مصر. المقاله دي بتاعت نيويورك تايمز مجرد منشوره كلام منقول عن المصريين اللي بيقولوه، المصريين اللي هم عن عمرو اديب والاديتور اللي هي العربيه، البنت العربيه اللي كاتبه الكلام ده، والمقال ناقل عنها. فده مش دليل اللي كل اللي بيجروا عمالين يقولوا اوه مقال نيويورك تايمز بيقول، نيويورك تايمز بتقول. حتى ريم ماجد اللي هي المفروض واحده مثقفه وفي الاون تي في وفاهمه، قال بتقول لك نيويورك تايمز بتقول. لا، نيويورك تايمز ما بتقولش شيت، ما بتقولش حاجه. المهم المقاله فالسو. الويب سايت الاهبل بتاع عبد الله بتاع فلوريدا وبتاع عمرو اديب ده he can put it in his behind، مش عايز اقول بالعربي يعني. يعني اهبل عبيط. الريجستر فوتر دي كانت كنت بقول لكم هي بتجيلي 3 اسبوع ليا هنا في امريكا وباسمي وبكل حاجه، وبس مجرد لو علامه صح في حتتين وسايند وبعتها خلاص انا ريجستر فوتر. فالريجستر كان بيجي لي الجيش كمان نقدم على الجيش وكده، وكنت بستعجب. بس انا طبعا كنت بعلم ان ام نوت eligible عشان كذا كذا كذا. ولحد دلوقتي حتى بعد ما اخدت الجنسيه، في مره كنت مقدم على حاجه وقالوا لي طب بس انت ما عملتش. قلت لهم يا جماعه انا اخدت الجنسيه كذا كذا، كان سني بقى كذا، ما كانش ينفع لي جيش. وانا لما كنت يعني وايه، وكانت صعوبه ان اثبت ان انا ليه ما قدمتش على سيلكتيف سيرفيس. ولعلمك الانستراكتور بتاعي، كنت بدرس طيران، الانستراكتور بتاعي كان بيقول لي علم على السلكتيف سيرفيس وابعتها. قلت له ابعت ايه هو انا وافرض اخدوني ومش قال لي لا ابعتها وخلاص. ابعتها وهم بقى زي فيجر ات اوت، يعني هم يصطفلوا يعني. وهو لعلمك كان صح، هو المفروض كنت ابعتها وكنت اشوف. بس انا قلت ايه الهبل الناس اللي بتبعت لي الجيش وبتبعت لي ريجستر فوتر وانا بقالي اسبوع 3 اسابيع في البلد يا جماعه، ايه الهبل ده؟ كنت بقول ايه الامريكان الهبل دول؟ ف فده مش دليل. فكل اللي عايز يطلع دليل بقى، في مليون حاجه تطلع دليل. في حاجه اسمها الابلكيشن اللي انت قدمتها عشان تاخد السيتيزن شيب وبتدفع عليها رسوم معينه. في حاجه اسمها فينجر برينت. فينجر برينت ده اللي هو زي عندكم في مصر اسمه الفيش والتشبيه، اللي هو بالبصمات والعشر ايدين. في اللي هو اثبات انك يو ار trustworthy بيرسون، اللي هو انك بتقول في كذا وانك عايز تقدم. في حاجات كتير. في اللي هو حلف اليمين، اللي هو بتروح هو انترفيو. ساعات في ولايات بيكون 15 10 مع بعض، في ولايات بيكون قاعة بيبقى فيها 500 بس. القاعة دي كل حاجة بتبقى مسجلة وبيدوك سيرتيفيكيت منها، والسيرتيفيكيت دي موجودة، حتى البيانات دي موجودة في البوست اوفيس. لما بتروح تطلع باسبور بتطلعه من البوست اوفيس، بتروح تقدم الابليكيشن. في ابليكيشن بتتمضي انك عايز تطلع على الباسبور. مش معنى ان اخدت الجنسيه ان يبقى معاك باسبور اوتوماتيكلي، لا، الباسبور ده لازم تقدم عليه ولازم تمضي اوراق ولازم يعني مش عمليه سهله. وفي مصر يقولوا لك دخلت بك يا جماعه، هاتوا ورقه، هاتوا ورقه تثبت اي حاجه، اي حاجه فيها فينجر برينت، فيها هير سيجنتشر، فيها هير بيكتشر. بياخدوا الصوره وشهاده الجنسيه لما بتطلع مش يعني انت ممكن تبروزها، بس بتطلع شهاده كده يعني مزخرفه وكل حاجه. يعني مش بتطلع، ودي بتدوها لك يوم ما بتقسم اليمين او لما بتحلف. وبعدين اللي بياخد جنسية ده مش مسألة انه بيبعت ابلكيشن كده والله في البريد لا، ده فيه حوالي 3 4 انترفيو، في ابلكيشنات كتير بتعبيها،
في امتحان انجلش تيست، في هيستوري تيست بيسالوك على عشان كده اغلب الاصحاب الفلسطينيين اللبنانيين السوريين كل اللي معاهم سيتيزن لما بيجيبوا اهلهم من البلاد، يعني هو السلام عليكم بنجيب لهم الجرين كارد وخلاص على كده. محدش بيفكر انه والله يجيب له امه وابوه العجوز او كده، انه والله يجي يعمل لهم بقى الهسل اللي هو المعاناة بتاعت انه والله يروح يذاكر ويدرس دستور امريكي ويدرس تاريخ امريكا عشان يروح يعمل الانجليش تيست والهيستوري تيست. والغير ان الايميجريشن دي لونج لاينز، ويعني ساعات بتبقى طوابير 4 شوارع ولازم تروح 6 الصبح. فأغلب الناس لو جايب مراته أو كده حد بيعمل لها citizenship. لكن اللي بيجيب أمه أو أبوه بالذات يعني ما بيكونوا ناس كبار وما بيروحوش بقى يعملوا تيست وما تيست، وبتبقى هسل يعني a lot of work. فأنا مش شايف أي داعي إن ممكن تكون الشيخ حازم فعلا قدمت على الورقة دي، قدمت على السيتيزنشيب. فما فيش دليل مصر او السفارة الامريكية ممكن تجيب ابليكيشن من ال20 30 40 ابليكيشن اللي الشيخ حازم المفروض تكون ملتهم ومضت عليهم، والفينجر برينت اللي بايديها ال10 اللي بيكون طالع اللي هو الاف بي اي ده ما بيدوكش كده الجنسية الا حتى لما بيعملوا عليك سكريننج من الاف بي اي وبتكون عاملين لك فينجر برينت. وحتى ساعات الفينجر برينت ممكن ما يبقاش واضح، يعني مش مسألة سهلة انهم يدوك الجنسية كده بالتليفون. والنبي بعتوا لي الجنسية انا اخدت الجرين كارد. وبعدين اللي بياخد الجرين كارد ده في ناس معها جرين كارد بقى لها 22 سنة و17 سنة وما بيقدموش على الجنسية. بيقول لك انا مبسوط كده، لا انا كويس كده بخرج وبخش وخلاص وعلى كده مش محتاج ان اقدم على جنسية. ومش يعني وفي ناس ما بتقدرش حتى لو معاها جرين كارد بيكون عليه مشاكل، بيكون عليه مسدمينرز او جنح او حاجات تيكت او كده ما يحقلهوش ان هو او نوت تراست وورث، يعني في قضيه في حاجه ان هو ما ينفعش ياخد الجنسيه. فمش كل اللي معاه جرين كارد يقدر ياخد. انتوا بقى في مصر بتتكلموا كأن اللي بياخد جرين كارد 5 سنين وهوب لا وياخد الجنسيه. لا طبعا الحاجات ما بتجيش بالهبل ده. فالجنسية ممكن تجيب قبل ورق ما يثبت وهي بتقدم على الباسبور. لا دي مش اخدت الجنسية وبس، لا وطلعت باسبور كمان. يعني اخدان الجنسية في سيرتيفيكيت اللي هو سيرتيفيكيت اوف ناتوراليزيشن وليها دوكيومنتس كتير يو كان تريس ات. وما شاء الله الايميجريشن هنا يعني ملغم بالموظفين اليهود اللي اكيد اسرائيل عندها يجي 100 ايجنت هناك. فلو اسرائيل وامريكا عندهم اي ما يثبت كان طلع بروف في ثانيه في فنتو ثانيه يثبت. لكن انتوا عمالين تتكلموا في حاجات هبله، مش عارف ويب سايت حطينا وماتش. يا حلاوه بقى نيويورك تايمز هتاخد عن عمرو اديب الويب سايت اكوردنج تو ما اعرف ايه. اكوردنج ايه ده؟ انا ممكن اجيب لك مكسيكي ما معهوش ولا جرين كارد ولا معهوش الهوا والإيميجريشن بتطرده ويكون في الويب سايت ده هو ويكون ريجستر فوتر. لان في منظمات زي ما قلت لكم مكسيكانيه ومنظمات في لوس انجلوس بالذات في كاليفورنيا بتجري ورا الناس علشان تمضيها علشان يعبوا الابلكيشنات تبعت الريجستر فوتر دي، عشان هم عايزين اعداد ديمقراطيين باي شكل وخلاص. وحتى الجمهوريين يا من انتقدوا الريبابليكيين ان المنظمات اللي بتعبي الناس ميتين وبتعبي الناس في السجن في الجيل وانهم عشان يعبوا استمارات انتخاب. وزي ما قلت لكم في كولورادو بس كولورادو العبيطة فيه اكتشفوا 11800 معاهم حق التصويت وما عندهمش جنسية. وكذا حالة ان ستات تروح تقدم على الجنسية ويقولوا لها اوبا ايه ده انت كنت بتنتخبي قبل كده وكان عندك يبقى انت كذبتي، يبقى لا يبقى ما يسمح لك. ويقولوا الله والله ما كنا نفهم والله ما كنا عارفين ومش عارف ايه وما فيش. وبيتحرموا من الجنسية على حاجة هبلة، ورقة عبوها وهم لسه مش فاهمين راسهم من رجليهم.
يلا طولت عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.